بعد كده رحنا جبنا ميه تاني علشان نعمل الرز، وهنا بقى بنجهز المطبخ التاني بتاع الرز. وهنا الولاد حبايب قلبي، والله يا جماعه انا بعشق الناس دي، قسما بالله روحي متعلقه بيهم. اخد خروف من الخرفان دي واروح اطبخه للولاد الصغيرين بتوع القريه، ده غير ان هم بيعملوا حاجه في منتهى الرحمه والانسانيه. هناك بسيطه جدا لدرجه ان اي مكان تقدروا تحولوه مطبخ. انا شفت في القريه دي حاجه النهارده خلتني والله العظيم يا جماعه اقف كده للحظه، وكأن الزمن وقف بيا. لحظه خلتني اتصرف تصرفات غريبه على عكس طبيعتي، لدرجه ان اللي حصل معاها الموقف ده خفت مني. عايزه اقول لكم ان انا كنت في قريه بعيده جدا، القريه دي نائيه، كنا في اليوم ده بننفذ فيها الاطعامات الموكله بتنفيذها والصدقات، لحد ما لمحتها زي ما هتشوفوا كده. ايوه يا جماعه، الست دي انا اول ما شفتها تنحت لها وسبتها دونا عن كل اللي قاعدين في المكان، وقعدت اصورها لدرجه ان هي بعد ما كانت بتضحك لي ابتدت تخاف مني، لدرجه ان انا كنت عايزه اروح احضنها واخدها في حضني، لان شفت صوره امي بالملي، فرق بس بينها وبين امي اللون، نفس العينين ونفس الابتسامه ونفس الخجل اللي كان في امي لقيته في الست دي. مش هوصف لكم وقتها انا كنت عامله ازاي، دموع نازله ما بتقفش، لدرجه ان الست نفسها عماله تبص. طبعا انا ده كنت وقفت الكاميرا وقاعده متنحه لها، وده خلاني انسى اصور بقيه الفعاليات، ودي حاجه زعلتني لان دي حاجات ناس وكان لازم اوثقها لهم، والحمد لله حمدت ربنا ان في حد غيري صور. اما بقى اللي هون عليا وغير لي مودي تماما ان احنا كنا متفقين بعد ما نوزع اللحوم على الناس اخد خروف من الخرفان دي واروح اطبخه للولاد الصغيرين بتوع القريه. وزي ما انتم شايفين كده خدنا الخروف ورحنا على البحيره اللي موجوده هناك، وابتديت ان انا امارس مهامي اللي انا بحبها. انا اكتر حاجه بحبها ان انا اعمل اكل الناس اللي بحبهم، واعتقد يا جماعه ما فيش عندي اكتر من حبي للناس اللي موجوده هناك. الناس دي انا اتعلقت بيهم جدا، وابقى في قمه سعادتي لما بكون بعمل لهم اكل. ابتدينا ان احنا نروح نجيب ميه من البير اللي موجود في القريه علشان نطبخ، لان ده مصدر الميه الوحيد في المكان. بعد كده ابتديت ان انا اغسل اللحمه، وزي ما انتم شايفين طبعا الميه بتبقى مننا شوايب بس بنتعامل عادي. الحياه هناك بسيطه جدا لدرجه ان اي مكان تقدروا تحولوه مطبخ. اي مكان على وجه الارض هناك محتاجه بس طوبتين وحله وبقى عندك مطبخ فل. والله يا جماعه احلى من اشيك المطابخ اللي عندنا، وبتخلي طعم الاكل احلى مليون مره من افخم انواع البوتاجازات. زي ما انتم شايفين كده بستخدم عود خشب كده في التقليب، وبحط التوابل. اول حاجه بدات بيها طبعا كانت اللحمه علشان تلحق تستوي، لان اللحمه بتاخد سوا شويه عن الرز. هنا حطيت الميه بتاعت سوا اللحمه وغطيت عليها، وفي اللحظه دي بقى جالنا حد كده معاه قصب، ابتديت بقى ان انا اخد من القصب دوت واقشر ليا انا والولاد وناكل زي ما انتم شايفين. انا على فكره ما بعرفش خالص اتبسط باي حاجه لوحدي، لازم علشان احس بحلاوه الحاجه غيري يدوق منها ويتبسط زي ما انا مبسوطه بالظبط. بعد كده رحنا جبنا ميه تاني علشان نعمل الرز، وهنا بقى بنجهز المطبخ التاني بتاع الرز. وهنا الولاد حبايب قلبي، والله يا جماعه انا بعشق الناس دي، قسما بالله روحي متعلقه بيهم. ابتدينا بقى نولع النار علشان نحط الرز، وعلشان كده طبختنا بتاعه النهارده تكمل. انتوا عارفين احلى حاجه، يعني احلى حاجه بحبها ان وانا بطبخ اكل الناس الحلوه دي ببقى متاكده ان ولا حبايه رز واحده هتترمي، ببقى عارفه ان كل الاكل اللي اتعمل ده هيتاكل لحد اخر حبايه رز. الاطباق بترجع ممسوحه والصواني بترجع ما فيهاش ولا حبايه رز، ده غير ان هم بيعملوا حاجه في منتهى الرحمه والانسانيه. قبل ما ياكلوا بيشوفوا مين ما كلش او مين ما خدش او مين طبقه ما فيهوش اكل كافي، ويبتدوا يتشاركوا الاكل مع بعض. انا اكتر من قريه رحتها لقيت فيها نفس النظام، قبل ما بيفكروا في نفسهم بيبصوا حواليهم يشوفوا مين ما خدش، لان احيانا الكميه ما بتكونش مكفيه، فهم بيعملوا ده من نفسهم من غير حتى اي توجيهات. عايزه اقول لكم دي اجمل لحظه في يومي. وقتها كل احساس التعب اللي جوايا بيهون، واي احساس بالتعب ما بحسش بيه، في سبيل ان انا اشوف الفرحه في عيونهم وبقى مبسوطه جدا وهم بيقولوا لي اسنتي ماما رشا. عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه ان الرحله دي فعلا علاج نفسي ليا. طبعا ضحكتهم عندي بالدنيا. وهنا بقى بعد ما اطمنت ان هم اكلوا وشبعوا والحمد لله، قعدت اكل بقى الاكل التحفه ده. طبعا ما حدش ركز مع الميه والرواسب اللي كانت فيها، الاكل كان طعمه حلو يا جماعه وانا كنت راضيه جدا. بس كده، لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، اتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير. بها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا.